حضراتكم طيبين وبخير، وربنا يعود علينا الايام بسعاده واطمئنان، وربنا يجيب الخير دايما لمصر ان شاء الله. شايف يمكن ما شاء الله ده تالت موسم على التوالي، يمكن انت كنت من الفرق ما شاء الله المصنفه وعلى طول على منصات التتويج، ويمكن انت ما شاء الله توجت بالبطوله الموسم اللي قبل الماضي، والموسم الماضي ما شاء الله كنت خاتم في قبل النهائي من الفرق ما شاء الله اللي هي كويسه. شايف ان دوري ابطال مصر بتقدر تفيد مدربين ولاعبين خلال الاحتكاك زي الدورات الرمضانيه؟ طبعا البطوله كويسه وما شاء الله مسمعين، وكابتن ابو جريشه والكابتن العميد محمد عادل عاملين شغل كويس ما شاء الله، والدنيا مسمعه والولاد بتستفيد واولادهم بتبقى مبسوطه، والاجواء بتبقى جميله بصراحه يعني. لو تنصح النهارده اللاعبين من خلال دوري ابطال مصر الاحتكاك ده تقول لهم ايه يعملوه خلال الدورات دي عشان يقدر المستوى بتاعهم يعلى؟ اقول لهم طبعا يركزوا ويكونوا المنافسه طبعا منافسه شريفه، واهم حاجه الروح الرياضيه بين اللاعبين، نخرج باجواء كويسه وربنا يكرمهم، هم اولاد